السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة انتينيت. فيديو اليوم غادي نحضر معكم وصفة هكايا نحضروها للكوتي او للفطور الصباحي. غادي نحضروها بمكونات اللي جد اقتصادية وكذلك كتجي خطيرة. كنصحكم انكم تجربوها وبطبيعة الحال كتخرج كمية ما شاء الله. فإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. نتمنى اقتراحنا اليوم ينال استحسانكم. فبسم الله على بركة الله نمر مباشرة لتطبيق الوصفة. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي جد اقتصادية وبسيطة، اولا في بول او اناء غادي نسكبوا بيضة واحدة. يفضل ان البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ او الغرفة. كذلك غادي نضيف 3 ملاعق كبار من السكر الخشن او سكر سنيده. غنضيفوا 3 معالق كبار من السكر، ثم غنضيفوا كيس من سكر الفانيليا. ممكن تضيفوا الفانيليا السائله او الفانيليا باودر او لا غير قشور حامضه فقط. صافي غادي نطربوا هاد العناصر مزيان حتى نلاحظوا ان البيض ديالنا تغير اللون ديالو وضعف الحجم ديالو. غنستمر بنفس الكيفيه على هاد الشكل ونتلاقاو من بعد. صافي هنا كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما طربنا هاد العناصر مزيان هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. في هاد الاثناء غادي نضيفوا 3 ملاعق كبار من الزيت النباتيه. غنضيفوا 3 معالق كبار من الزيت النباتيه. كيف كتلاحظوا معايا هاد الوصفه راه اقتصاديه وبسيطه وراه كتخرج كميه ما شاء الله. ثم غنضيفوا رشه من الملح لتصحيح الذوق ومباشره غنطربوا هاد العناصر مزيان حتى نلاحظوا ان جميع العناصر انسجموا لينا مع بعض وتحصلنا على خليط اللي هو متجانس. ثم في هذه الاثناء غادي نسكبوا ايضا كاس الا ربع من الحليب الدافئ، وكذلك نصف كاس من السميده الرقيقه اي السميد الناعم، ثم ملعقه كبيره مملوءه جيدا من النشا. وايضا غنضيف كيس من خميره الحلويات. الكيس يزن 8 غرامات. صافي ونحاولوا اننا نخلطوا هاد العناصر على هاد الشكل. وثم في هاد الاثناء غادي نقوموا باضافه الدقيق بالتدريج وحنايا كنخلطوا هاد الخليط ديالنا. ودائما الدقيق كنضيفوه بالتدريج لان كاينه نوعيه ديال الدقيق اللي كتشرب وكاينه نوعيه ديال الدقيق اللي ما كتشربش. فبالنسبه لي انا احتاجيت تقريبا كاس مملوء جيدا من الدقيق، وكما قلت لكم الدقيق دائما ضيفوه بالتدريج. صافي نستمر بنفس الكيفيه على هذا الشكل ونتلاقاو من بعد. وفي هذه الاثناء انا غادي نضيف هذه خطوه اختياريه. غنضيف هكايا نكهه البرتقال، هذه كتبقى غير خطوه اختياريه. ثم غنضيفوا ايضا عندي هنايا ربع ملعقه صغيره من خميره الخبز. ضيفوا ربع ملعقه صغيره من خميره الخبز. صافي كنحاولوا ان نخلطوها مزيان ونخليو الخليط ديالنا تقريبا واحد 10 دقائق باش هكا يرتاح. وفي هذا الاثناء نمروا مباشره نبداو نطيبوا لي بانكيك ديالنا على هذا الشكل. وبطبيعه الحال المقله ديالنا كتكون على نار اللي كتكون متوسطه. صافي هنا كيف كتلاحظوا معايا كنسكبوه كي تقريبا ملعقه كبيره مملوءه جيدا من هذا الخليط على هذا الشكل. ثم هنا كناخذوا هاد حبيبه الشوكولاته، هذه كتبقى خطوه اختياريه كنوضعوها على هذا الشكل. فغير جربوا هاد الوصفه راه كتنجح مليون بالمئه، وخصوصا فاش كنضيفوا ليها ديك ربع ملعقه صغيره من خميره الخبز. كيجيونا هاد لي بانكيك ديالنا كيجيونا رطبين وكيجيونا هشاش. فغير جربوهم بهاد الطريقه وردوا عليا. صافي غير لاحظوا ان بدات كيتحمروا لينا من الجوانب. صافي هنا كيف كتلاحظوا معايا غير نبداو ان نلاحظوا ان هاد لي بانكيك كيتحمروا لنا من الجوانب مباشره كنقلبوهم.
صافي هنا من بعد ما كنلاحظوا انهم كيتحمروا لنا من الجهه الاخرى مباشره كنزولوهم على هذا الشكل. كيف كتلاحظوا معايا راه كيجيونا رطبين وكيجيونا هشاش. صافي وهنا كنحاولوا ان نزولوهم مباشره. غادي نستمر بنفس الكيفيه نطيب الكميه بالاكمل ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهنا كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما طيبت الكميه بالاكمل فهذا هو الشكل النهائي ديال دي بانكيك ديالنا. صراحه كيجيو رائعين في الشكل وكذلك المذاق. بيضه واحده كنتحصلوا على كميه ما شاء الله، كنتحصلوا على كميه اللي كثيره. كنصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فعلا اقتصاديه وكتجي اكثر من رائعه. فإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. نتمنى اقتراحنا اليوم ينال استحسانكم. إلى وصفة قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله حفظه. مع السلامة.